شوفوا لي على الأكلة اللي بتتقدم لملوك. يا عين. اليوم جايب لكم وصفة أكلة من التراث الشامي الدمشقي البحت، اللي هي حراق إصبعه. لا تسألوا ليش تسمت حراق إصبعه، لأنه والله ما بعرف. وهالأكلة هي بالنسبة للشوام الدمشقيين هي الأكلة اللي بتجمع العيلة كلياتها وقت بيساووها، يعني بيجتمع عليها أقل شيء 15 20 شخص. بس هذا طبعا ما بيعني إنه عيلة صغيرة ما تقدر تساويها، طبعا بتتساوى. وهالأكلة تعتبر من الأكلات النباتية الاقتصادية الموفرة، وفيها قيم غذائية كتير عالية من بروتينات ونشويات وفيتامينات. بس قبل ما نشوف شلون عملناها، لا تنسوا تحطونا لايك، تكتبوا لنا تعليق حلو، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وأهم شيء تشاركوا الوصفة مع أصحابكم وأحبابكم. وهلا خلينا نشوف شلون عملناها. أول شيء رح بلش بتمر هندي، بدنا إياه من اللي بيكون حامض مو اللي بيكون حلو. أحطه بالطنجرة وحط له مي سخنة وشغل تحته النار. هلا نحن فينا ما نعمل هي العمليه كلياتها، يعني بدون غلي، فينا من قبل بيوم ننقعه الليله كامله بمي بارده بيمشي الحال. بس انا مشان العجله والسرعه نقعته بمي سخنه وراح اغليه عشان يحل اسرع. وهلا بدنا نسلق العدس، بدنا مي سخنه. عندي هون عدس غاسله كتير منيح وراح سقطهم فوقهم. بنحركهم شوي عشان ما يلزقوا العدسات ببعضهم، وبنخليهم يستووا ويغلوا على مهلهم. ولبين ما يغلوا ويستووا رح نساوي العجينه. العجينه بدنا نساويها عجينه كتير بسيطه، اللي هي بس طحين وملح، نخلطه مع بعض شوي، ومي. عجينة كتير بسيطة مثل عجينة الخبز، وشلون ما تطلع تطلع، وبنعجنها مزبوط. باختصار العجينة ما بدها تقنية أو تكنيك معين لحتى نساويها. عجينة عادية وبسيطة، وما بهمنا إنه تكون بدها تنفش ولا ما بدها تنفش ولا أي شيء. المهم عجينة متماسكة وتفرد معنا. هلا بناخذها على الدفة نعجنها شوي، وراح احط لها نقطة زيت عشان تصير ناعمة شوي وما تعذبني بالفرد. يعني عجينة جدا بسيطة بدون لا خميرة ولا أي شيء تاني. طحين وملح ومي. واللي بده يريح حاله فيه يجيب عجينة من الفرن، بس اللي ما بيكون فيها خميرة، عجينة عادية بدون خميرة. هلا أنا فيني أفردها من هلا، بس أنا رح أتركها شوي تريحها شوي عشان تريحني بالفرد لبين ما أصفي التمر هندي. وهلا بعد ما غلى التمر هندي كتير منيح رح نصفيهم. بسم الله. وبنحركهم وبنصفيهم مزبوط. وإذا بدكم فيكم تخلوهم ليبردوا شوي وتعصروهم بالإيد. شايفين هيك كتير منيح. وهدول اللي زادوا رح اتركهم يبردوا شوي وبعدين بعصرهم. مثل ما قلت لكم انا لانه كنت مستعجل فغليتهم غلي. بس انتم فيكم تنقعوهم مي بارده من قبل بيوم، يعني ليله كامله بيكون كتير منيح. وهلا رح نفرد العجين، رح اقطع قطعتين عشان سهوله الفرد. رش شويه طحين وافردها. وبنفردها لا سميكه كتير ولا رقيقه كتير، وشلون ما كان الشكل ما في مشكله. يعني بهالسماكه هي كتير منيحه. وبنجيب قطعه البيتزا وبنقطعها مربعات. وبنلمهم على بعض، نرجع بنقطعهم مربعات. بنقطعهم بهالحجم هاد مو اكبر من هيك. وبنرش لهم الطحين كتير منيح عشان يجمعوا على بعضهم ما يلزقوا ببعضهم. وبنكون مجهزين صينية راشين عليها طحين منيح، وبنحط العجينات بقلبها فرد. مهم كتير انه نكون راشين كتير طحين عشان ما يرجعوا يلزقوا ببعضهم. وبنكمل باقي العجينة بنفس الطريقة. ولا تنسوا انه لازم نرش طحين كتير منيح. وبس العدسات استووا بنضيف لهم تمر هندي. انا رجعت زودت مي وعصرت اللي زادوا وراح اضيفهم فوق العدسات. بسم الله. شوفوا شلون التمر الهندي لحاله بغير لون الأكلة. التمر الهندي هو أساسي بالأكلة، هو اللي بيعطيها الطعمة المضبوطة والحموضة الراكزة واللون البني الحلو هذا. هلا ما بعرف إذا باقي المحافظات بيعملوها بتمر هندي، بس بما إنه هي الأكلة شامية بحتة فنحن بالشام لازم نساويها بالتمر الهندي، لأنه مثل ما بتعرفوا التمر الهندي واحد من المشروبات
والشغلات الاساسيه بالتراث الشامي. وهلا بنتركها شوي لتغلي بالتمر الهندي حتى العدس يشرب من طعمه التمر الهندي مزبوط، بعدين بنطبق الباقي. وهلا لبين ما يتعقدوا بنجيب مقلايه بنحط فيها زيت زيتون حصرا، وبس تحمل شوي صغيره بنجيب معها راس توم مهروس، راس كامل، ما بدهم كثير، تحميصه خفيفه. وبس يتحمصوا شوي بنحط معهم كزبره خضراء، وبنطفي عليهم بعدين بنقلبهم. هيك كثير منيح. احنا ليش نطفي عليهم اول ما بنحط الكزبره؟ عشان ما تسود وتضل لونها خضراء مثل ما شايفين. ومنقيمهم وبنحطهم على جنب. بسم الله. وهلا بس غلوا مزبوط حسيناهم تعقدوا شوي بنضيف لهم الملح. بسم الله. نحركهم مزبوط وانتم فيكم تذوقوا حمضهم وملحهم. بسم الله. ممتازين. وراح زيد معهم شي معلقتين دبس رماشة يعطوهم حموضة زيادة. وبنحط لهم شوية زيت زيتون. وهلا بنجيب منخلة بنحط فيها العجينات اللي حضرناهم بننخلهم من الطحين الزايد. وبنسقطهم على دفعات، كل ما نحط دفعة بنحرك عشان ما يلزقوا ببعضهم. وتأكدوا منيح انه ما في شيء ملزق ببعضه قبل ما تحطوهم. هي الدفعة الثانية موزعين، وبنرجع بنحرك لنتأكد انه توزعوا مزبوط، بعدين بنحط الدفعة اللي بعدها. وانتم ما بتلاقوها غير لحالها تقلت، لانه العجين راح يغب المي اللي فيها ويخليها تختر. وحركوا شوي شوي، ومهم كتير تضلوا عم تحركوا عشان ما تلزق بالسفل. هلا هي الوصفة الأساسية أو الستاندرد. في ناس كتير بتحط لها إضافات، في ناس بتحط لها بقوليات زيادة، في ناس بتحط لها سلق. وصارت في عالم كتير تعملها بالمعكرونة بدال العجين. وللأمانة هو هذا الأساس مثل ما قلت لكم. موضوع المعكرونة إجا بعدين بعد التطور والانفتاح على العالم، وصارت أسهل بدل ما الواحد يعجن ويفرد ويساوي العجينة. وتقريبا مكونات عجينة المعكرونة نفس مكونات العجينة هين. بس أنا بالنسبة لي بحب أشتغل الشغلة على أساسها، وأنا بحبها بالعجين أكثر من المعكرونة. او بننوص عليها ونحن عم نحرك خليها تتعقد شوي. وهلا بننوص عليها وبنضل عم نحركها شوي شوي لبين ما تستوي العجينه وتتعقد. وانتم اذا حسيتوها تقلت كتير كتير فيكم تزيدوا لها شويه مي. وهلا صار لازم نسكب. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا للامانه انا سكبت جاط صغير عشان ارجيكم شلون بنزينها، وهي رح اخذها مثل ما هي على العزيمه، لانه للامانه هي الاكله معروف انه بيجتمعوا عليها اقل شيء 5 6 عيال. يعني نحن بالشام وقت بدنا نسوي هالاكله بتلاقي مجتمعين اقل شيء 20 شخص. فمشان هيك رح ارجع احط هي على الغاز لتضل سخنه. الزينة الأساسية لهالأكلة هي البصل المقلي والخبز المقلي والكزبرة والثوم ورمان. البصل المقلي هذا نفسه هو اللي بنحطه على المجدرة أو على الكشري المصري. أنا للصراحة ما قليت لأنه لقيت منه جاهز بالسوبر ماركت. فرح نبلش أول شيء بالبصل المقلي. بسم الله. ورح نحط الكزبرة والثوم، ورح نحط الخبز المقلي، وآخر شيء الرمان. ويا عيني ويا سلام على هالمنظر. وللتذكير هي الأكلة بتتاكل سخنة ودافية وباردة بكل الأوقات طيبة. وهلا صار لازم ندوق. راح نغوص هيك لتحت ناخذ كل شيء من كزبرة ومن الأكلة ومن الرمان والخبز، ومنقول بسم الله. الله. هي واحدة من الأكلات اللي ما في اثنين بيختلفوا عليها إنه طيبة. العجين مع العدس مع الحموضة مع الكزبرة والثوم حتى البصل المقلي والرمان شيء بجنن. ومثل ما حكينا هي الأكلة بتتاكل سخنة ودافية وباردة. يعني هي الأكلة أول ما بتساويها بتاكل منها، بعد بشوي بتاكل منها، بتفيق بالليل بتاكل منها. يعني شيء على عيني. وللمتابعين العرب اللي مو من سوريا خبرونا اذا دايقين هالاكله من قبل ولا لا. واذا مو دايقينها ما عاد لكم حجه، هاي الوصفه صارت عندكم، جربوها واحكموا بنفسكم.
وهلا خليني اختم الفيديو واقول لكم لا تنسوا تحطونا لايك وتكتبوا لنا تعليق حلو، تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مع اصحابكم واحبابكم.